الله يقول: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. أجمل ما قيل في معنى ظاهرة وباطنة: الظاهرة الإسلام وما حسن من خلقك وخلقك، والباطن ما ستر الله عليك من سيء عملك. فما ستره الله عليك من سيء عملك هذا من أعظم النعم الباطلة، وما أظهره الله عليك من ديانة الإسلام وحسن الخلق هذا من النعم الظاهرة. هذا قول. ثم قال بعض العلماء: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة أي في الدنيا، وباطنة أي العقبة في الآخرة، أي العقبة التي في الآخرة. وقال بعض العلماء: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الظاهرة ما يراه الناس من الخلقة والمال والجاه والرداء والمركب وما تركبه، والباطنة نعمة العقل والمعرفة. وهذا تفسير حسن للآية يتفق، لأن النعم منها ما هو ظاهر كالمال والرياش وأمثالها، ومنها ما هو باطن كمعرفة الإنسان، وأعظم العلم بالله، ونعمة العقل. ونعمة العقل من أجل النعم، بدليل أن القرآن والسنة أو الشرع جاء بأن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل برهة أو كلية أو مناما ارتفع التكليف. رفع القلم عن ثلاث كلها متعلقة بزوال العقل. ومن كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان، من كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان. وقد قيل إن العقل يأمر بالأنفع. سأطلب منكم أن تكملوا. العقل يأمر بالأنفع، والمروءة تأمر بالأرفع، والمروءة تأمر بالأرفع. فالرجل العاقل يحسبها أين النفع، كامل المروءة يحسبها أين ماذا؟ أين ما يرفع ويعلي ذكره ولو تحمل مشاق. ولا يطلبن أحد علو كعب في شيء بغير مشاق، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكريم المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. وقال نفسه المتنبي، قال: ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والمراد من هذا كله أن العقل من أعظم النعم الدنيوية الباطنة التي يؤتيها الله العبد. والعامة تقول: العاقل يرده عقله، حتى لو جاءه خاطر أو أغواه صديق أو أغرته زوجته في أن يقتحم لججا ليست له، لا يلبث أن يضعها في ذهنه ثم يمررها على عقله، ثم لا يقبلها ويأنف أن يسير فيها. قال ربنا: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة.